مش مقلوبة على فكرة. هذا الرز اللي رح تعملوه في كل عزايم رمضان، طعمه وشكله ببيض الوجه، ورح أحكي لكم كيف يطلع معكم هيك مفلفل بكل مرة رح تعملوه بمعيار ووقت واحد. طنجرة على النار بنضيف عليها الزيت النباتي والزبدة أو السمنة اللي بتحبوه، بتضيفوا البصل وشوية من الثوم بتقلبوهم شوي. من بعدها بتنزلوا عليهم حبات البازيلا وبنقلبهم بس شوي. أما الرز ما بننقعه أبدا، بس بنغسله كتير منيح، بنحاول نصفيه من النشا. من بعدها بنضيف كل البهارات الموجودة في الكابشن، بنقلبها وبنحمصها شوي مع البازيلا والبصل. ولكل كوب من الرز بنحتاج كوب ونص من المي المغلية أو المرق. وإذا التزمتوا بهذا المعيار كل مرة رح يطلع معكم الرز مفلفل وبشهي أكيد. أول ما يبلش يغلي بغطيه وبوطي الغاز على آخر إشي لمدة 20 دقيقة. للحمة بنزل زيت نباتي وبنزل عليه البصل بقلبهم، وبعدها بنزل الثوم بقلبهم شوي. بس يتدبل البصل بنزل عليه اللحمة وبقلبهم سوا. بس توصل اللحمة لهذا اللون بضيف البهارات والملح بقلبهم شوي، وهيك اللحمة صارت جاهزة. رزنا صار جاهز، ومثل ما انتم شايفين كل حبة بحبتها. هلأ جيبوا أي صينية عندكم افردوا فيها اللوز أو أي نوع مكسرات بتحبوه. من بعدها اللحمة رصوها شوي، وآخر شي بتضيفوا الرز. لحتى يطلع معاكم على شكل القالب رصوا الرز منيح واتركوه 5 دقايق قبل القلب. وآخر شي رشة بقدونس. 10/10. سويها على عزومة حماتك برمضان. لا، لازم يكون فيها لحمة ورز ولوز.